ابو ناصر. هلا ومرحبا. هلا ابو ناصر. حي الله ابن عمي الغالي، الله حيه. عسى بس عندك قهوه ان شاء الله. لا يهمك، قهوتك جاهزه بس انت لا تاخر. متى بتجي ان شاء الله؟ جاهزه جاهزه. حياك الله حياك الله، وحنا في انتظارك والقهوه جاهزه. الله يحييك. يا هلا والله يا ابو عبد الرحمن، يا هلا والله. صلحوا القهوه يا انه رجع. الله يستر الله يستر. السلام عليكم. عليكم السلام. انا يبقى اروح رياض سوا. انا رايح للرياض يا وليدي. اركب الله يستر عليك. لا يذبحك هالبرد. اركب. الله يستر عليك. وش جايبك هنا بهالمقطعة؟ انا اشتري السيارة كله نفرات ما في وقف. ايه برد يا وليدي، ما حد يقف لك بهالبرد. أينما كنتم مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. بهذا المشهد في هذه الليلة الظلماء نبدأ وإياكم أحداث هذه الحلقة. رجل كبير السن يرى منقطعا على قارعة الطريق فيوقف سيارته ويقله معه ليوصله إلى المدينة. السؤال: هذا المشهد الجميل المفعم بقيمنا الإسلامية وشيمنا العربية هل يمكن أن يتحول إلى مقدمة لجريمة شنيعة؟ دعونا نتابع وإياكم أحداث هذه الحلقة. وش فيك؟ سلامات يا وليدي. هذا شغل كثير، بعدين ظهر وجع. تعبان قوة؟ مشكلة واجد. أوديك المستشفى. لا بابا ما يبقى مستشفى. طيب وش سوي لك؟ ما في مشكلة، وقف شوية. أنا يبقى يركب ورا نوم. بس اركب وراه. ايوه بابا. خلاص ها اركب وراه. بين ظلمة الليل وشدة البرد قام هذا الرجل كبير السن بإركاب العامل معه في سيارته وفق ما تمليه عليه مبادئ دينه وكرم نخوته، إلا أن هذا الجميل والإحسان لم يكن ليقابل من هذا العامل إلا بنكران للجميل وإساءة لمن أحسن إليه. شغل كثير هذا، بعدين يجي مشكلة. الله يعينك. ما تشوف شر إن شاء الله، ما تشوف شر يا وليدي. الله يعينك. ها وشلونك هالحين؟ بابا وجع كثير. هالحين كويس هالحين؟ وجع كثير يا بابا. ما عليك. ليه وصلنا الرياض إن شاء الله أديك المستشفى إن شاء الله. لا ما يبقى مستشفى. ما عليك بسيطة. هينة إن شاء الله هينة. يلا مشينا. شلونك هالحين؟ طيب إن شاء الله. ما تسمعنا الظاهر. رجع الله يشفيك. بردت القهوة غريبة، ما هي بعوايد ابو عبد الرحمن انه يتأخر. شو اللي صاير؟ اتصل عليه واشوف. مغلق. كنت تعبان، قال بروح البيت استريح. او ما عندي شبكة. لا بس غريبة ابو عبد الرحمن يتأخر. الله يستر.
ما لفت انتباهك أي شيء غريب وهو يكلمك؟ أبد يا حضرة الضابط، بالعكس كان اتصاله طبيعي جدا ولا لفت انتباهي أي شيء. طيب لما لقيت جواله مقفل وش سويت؟ في الحقيقة أنا في بداية الأمر شكيت في الموضوع، لكن التمس العذر، قلت يمكن الشبكة، الإرسال أو طفى الشاحن، يمكن راح للبيت وما حبيت أزعجه صراحة. وفي نفس اليوم بعد ما صليت العشاء وأنا طالع من المسجد تفاجأت إن ابن عبد الرحمن يتصل على جوالي. هذا مين؟ عبد الرحمن، الله يستر إن شاء الله خير. هلا يا عم. هلا عبد الرحمن، هلا وأنا عمك. بغيت أسألك عن والد، اتصلنا عليه جوال مغلق، عندك عن خبر؟ والله وأنا عمك أنا زيكم بعد قلقان، واتصل عليه وجواله مغلق، وتوقعت إنه يكون في شبكة أو شيء، ليه هو ما هو عندكم في البيت؟ الوالدة وخوانه في البيت قلقين عليه مرة يا عم، وش الحل؟ طيب اسمع وأنا عمك، تعال لي البيت، أنا توني طالع الحين من صلاة العشاء، تعال لي في البيت وأنا عمك ونتكلم أنا وياك، تعال لي. يلا الله يستر. يلا سترك يا كريم، يلا سترك، يلا سترك يا كريم. عبد الرحمن أبوك متى طلع من عندكم؟ طلع عندنا أمس وراح المزرعة كعادته. وبالعادة متى يرجع من المزرعة؟ بالعادة يمشي العصر ويجينا قبل الليل، لكن المرة دي يتأخر جدا ولا عندنا عنه أي خبر. الله يستر وأنا عمك، الله يستر ويجيب العواقب سليمة. طيب إيش الحل يا عم؟ الحل وأنا عمك إن نبلغ الشرطة بأسرع وقت ممكن ونخليهم يبحثون عنه بعد. خلاص اللي تشوفه يا عم. وهذه كل القصة يا حضرة الضابط. احنا بنبدأ إجراءاتنا الآن وابشروا بالخير. الله يجيب الخير يا حضرة الضابط. يعلم الله ان زوجته وعياله وضعهم حزين جدا. ثقة تامة ان راح نبذل كل جهودنا وبإذن الله يرجع سالم لبيته. الله يسمع منك، الله يسمع منك يا حضرة الضابط. بعد وصول البلاغ لمركز الشرطة تم تسجيل البلاغ وتم تمحيص هذا البلاغ وعن صحة هذا البلاغ، واتخذت الإجراءات اللازمة للعثور على المفقود. كانت البداية بتحقيق شخصية المفقود وأخذ كافة بياناته وصوره الشخصية وأرقام الجوالات التي تخصه، السيارة التي كانت بقيادته، الطريق الذي كان سيسلكه، إضافة إلى أي معلومات أو أحداث حدثت في حياة المفقود في الأيام الأخيرة. وبعد اكتمال المعلومات تم التعميم العاجل عن الشخص المفقود لجميع الجهات الأمنية. وعلى الجانب الآخر جرى تكليف فرق التحريات والبحث الجنائي لاستنفار جهودها للعثور على الشخص المفقود. بعد صدور التعميم العاجل استنفرت الجهات الأمنية جهودها للعثور على الشخص المفقود والسيارة الخاصة به، وخاصة في المواقع التي يترجح وجوده فيها. هنا في سوق الماشية تم تكثيف البحث والسؤال عن المفقود لعل أثرا قريبا أو إجابة شافية تفيد في الوصول إليه. لا جديد في سوق الماشية، لا معلومات، لا آثار يمكن أن توصل إلى الرجل المفقود. وأمام هذا الغموض كان لا بد من إجراءات أخرى يبذل فيها رجال التحريات والبحث الجنائي الجهد تلو الجهد لكشف جلاء هذا اللغز والوصول إلى الشخص المفقود. احنا يا نقيب عبد الله سوينا تعميم عاجل على المفقود، ولكن نبغى همة فرق البحث والتحري في القضية. لا تشيل هم، احنا سوينا بحث كامل عن القضية، وحتى سوق الإبل اللي كان فيه المفقود ما لقينا فيه أي شيء جديد. احنا طلبنا تقرير من مختبر الجرائم المعلوماتية عن هاتف الجوال اللي كان مع المفقود. ممتاز ممتاز. متى بيوصلنا التقرير؟ بإذن الله أقل من ساعة ويكون عندك. بإذن الله. هنا في مختبر الجرائم المعلوماتية تم جمع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بجوال المفقود
ويبدو أن جزءا من الحقيقة قد بدأ في الظهور. تم رصد موقع آخر مكالمة تمت بواسطة هاتف الشخص المفقود، وجرى الانتقال للموقع على الفور، واتضح أنه عبارة عن منطقة برية واسعة. البحث في المنطقة صعب جدا. نعم صحيح. والمشكلة وجود المفقود في المنطقة مجرد احتمال. حتى لو كان احتمال، احنا لازم ناخذ بالاحتمالات حتى لو كانت ضعيفة لين نلقى المفقود. الا بسألك، كلمت طيران الأمن؟ اتصلت فيهم قالوا اني جاي في الطريق. ممتاز. الآن أبغاك تبلغ فرق البحث يكثفون بحثهم في المنطقة هذه والمناطق المجاورة. زين؟ أمرك شيء. في هذه المنطقة البرية خرج هذا الرجل البسيط بأطفاله في نزهة بريئة، وفي خضم لهو الأطفال وغفلتهم كان المشهد المفزع الذي قلب النزهة رأسا على عقب. هنا بابا، هنا يا الله، هذا الرجال والله ميت، هذا الرجال ميت. يلا عسير. يبدو أن عقد الحقيقة قد انفرط سريعا، فهذا الرجل الذي خرج بأطفاله في رحلة بريئة لم يدر في ذهنه يوما أنه سيكون سببا في انكشاف لغز مثل هذه القضية. دوريات الأمن أحمد مبارك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بلاغة. تم إبلاغ الشرطة، وعلى الفور توجه فريق التحقيق إلى الموقع لمباشرة القضية. نعم. أيوة. طيب وين المكان؟ خلاص أوكي دقائق وحنا هناك إن شاء الله. خير الرايد علي. يقولون إن فيه بلاغ عن وجود جثة في موقع قريب من هنا. طيب تبغى نتواجد في الموقع؟ طبعا يلا مشينا، توكلنا على الله. في صباح اليوم التالي تم العثور على الجثة من قبل أحد المتنزهين في منطقة برية خارج المدينة، وبعد مشاهدة الجثة قام بالإبلاغ عنها هاتفيا، وبعد تلقي البلاغ انتقل المحقق وخبراء الأدلة إلى الموقع، وعند الوصول للموقع بدأت على الفور إجراءات التحقق من هوية الجثة، وقام المحقق وخبراء الأدلة بالمعاينة وفحص الجثة والبحث عن أي آثار أو أدلة تفيد في كشف الجريمة. كالمعتاد في هذه القضايا، وصل المحقق والطبيب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية لتبدأ على الفور إجراءات مسح الموقع وتطويق المنطقة، فيما قام الطبيب الشرعي بمعاينة الجثة. أثبت الطبيب الشرعي مبدئياً أن الجثة تعود لرجل في الخمسينات من عمره، يبدو أنها تعرضت للخنق نظراً لوجود آثار خنق باليد على الرقبة. وبحثاً عن أي دليل آخر، قام فريق الأدلة الجنائية بمسح الموقع وتطبيق الطرق الفنية لرفع آثار الأقدام على المنطقة الرملية، والتي ربما تحدد جزءاً من الأوصاف التي توصل إلى الجاني. عند وصول فريق الأدلة الجنائية إلى موقع حادث الوفاة المشتبه فيها، تم وضع الطوق الأمني حول موقع الحادث. وجدت الجثة ملقاة على الأرض، حيث اتضح من الفحص الظاهري أن مدة الوفاة أو الفترة الزمنية للوفاة تتراوح بين 12 إلى 14 ساعة. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الآثار المادية اللي موجودة في محيط مسرح الحادث. بفحص الآثار على الجثة
اتضح وجود آثار خنق على الرقبة، مما يشير أن الجثة تعرضت إلى عراك قبل الوفاة، وبالتالي لا بد من فحص أيدي الضحية والفحصها عن آثار قد تكون علقت في منطقة الأظافر من الشخص أو المتهم أو المشتبه فيه، وبالتالي تم رفعها لإرسالها إلى مختبر الفحوص الوراثية. كما وجدت آثار طبعات أقدام حول الجثة، تم رفعها بالطرق الفنية لفحصها في مختبر فحص البصمات. بناء على المعاينة والتقرير الطبي الشرعي تبين أن القضية جنائية، وحنا الآن لازم نكثف جهودنا للوصول للقاتل. احنا كثفنا البحث والتحري حول موقع الجريمة ولا زلنا نحاول الوصول للنتيجة. طال عمرك أيضا حصلنا سيارة صورة المجني عليه ممكن تفيدنا في القضية. ممتاز، لعل صور السيارة هذه تكون أول خيط لنا للوصول للقاتل. ولا تنسى عندنا دليل ثاني. إيش هو؟ هاتف المجني عليه احتمال يكون الجاني استولى عليه، لذلك أنا طلبت ترصد على الهاتف. الله يعطيكم ألف عافية شباب. وبدأت فرق التحريات والبحث الجنائي بتكثيف تحرياتها ضد الجاني، مستعينة بالمعلومات المتوفرة رغم شحها، ومستدلة بسيارة المجني عليه والتي ربما توصل إلى الجاني. رغم تعدد المواقع المحتملة لمرور السيارة واتساع منطقة البحث، إلا أن هذا الأمر لم يثن عزيمة رجال البحث والتحريات سعيا للوصول إلى الحقيقة. هنا في مختبر الطب الشرعي تم إجراء الفحص والمعاينة الدقيقة للجثة، وصدر التقرير الشرعي الذي يؤكد أن المجني عليه قد تعرض للخنق مما أدى إلى وفاته، وكان وقت وقوع الجريمة ما بين الساعة 5 و6 مساء من اليوم السابق. بعد اكتشاف الجثة في المنطقة الصحراوية التي ذكرت وصدور التقرير الشرعي الذي يؤكد وجود العنصر الجنائي في الحادث، كثف فريق التحريات والتحقيق جهوده للوصول إلى القاتل، وتم إجراء الفحص الدقيق للجثة ومعاينة مسرح الحادث، إلا أن القاتل لم يترك أي أثر يدل عليه سواء آثار الخنق على عنق المجني عليه. لاذ المجرم بالفرار وحاول أن يجد مكانا يأوي إليه، حتى وصلت به الخطى إلى إحدى الاستراحات، طلب من صاحبها المبيت عنده ولو لفترة وجيزة، فيما كانت علامات الارتباك والقلق لا تغادر صفحات وجهه. حصل تطور جديد في القضية، إذ أسفرت إجراءات التتبع والرصد الهاتفي عن تضييق البحث في منطقة خارج المدينة تضم عددا من الاستراحات. بدأ وجه الحقيقة بالظهور بعد تضييق دائرة البحث في منطقة تضم عددا من الاستراحات. استطاع أحد ملاك الاستراحات التعرف على السيارة المفقودة، فيما بقيت ملامح الخوف والارتباك على وجه الجاني مذكرة لمالك الاستراحة لما قد نسيه من أحداث. وبعد أن استذكر مالك الاستراحة الموقف، قام بإطلاع رجال التحريات على ما بقي لديه من معلومات أو أوراق ربما تفيد في التوصل إلى الجاني. بفضل الله تعالى تم تحديد هوية الشخص المشتبه به في جريمة القتل، وعلى الفور تمكنت فرق التحريات والبحث الجنائي من تحديد محل سكنه والأماكن التي يتردد عليها وتشديد الرقابة على هذه الأماكن. تمكنت إحدى فرق البحث والتحري
من ضبط المشتبه به وهو يدخل أحد مواقع السكن الخاصة بالعمالة. تم رصد الشخص المطلوب داخل المنزل. بعد تحديد هوية الجاني ومتابعة تحركاته، تمكنت فرق البحث والتحري من رصد الجاني في موقع سكني يخص بعض العمالة، وبعد التأكد من وجوده في الموقع تم على الفور طلب الإسناد الأمني والأمر بمداهمة الموقع والقبض على الجاني. دقت ساعة الصفر ليلقى الجاني شر أعماله ويدفع فاتورة إجرامه. سلم نفسك. بعد القبض على الجاني عثر معه على مسدس شخصي، كما عثر على المسروقات التي استولى عليها من المجني عليه: سيارة، هاتف محمول، نقود، الأمر الذي يؤكد ارتكابه لجريمة القتل والسلب. وبفضل الله تعالى تم إلقاء القبض على الجاني، وعثر بحوزته على مسدس لم يستطع استخدامه بسبب مباغتة الفرقة له وسرعة القبض عليه، كما عثر معه على سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول وبعض متعلقاته الشخصية. تكلم. أنا أبغاك تقول لي إيش صار معك ذاك اليوم بالتفصيل. وفي جلسات التحقيق بدأ الجاني يسترجع شريط الأحداث ويعترف بجريمته بكل تفاصيلها المريرة. أنا شر السيارة، هذا يجي سالم وقف، أنا كلام سالم يبقى روح سوا رياض. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا يبقى أروح رياض سوا. أنا رايح للرياض يا وليدي. اركب الله يستر عليك. لا يذبحك البرد. اركب الله يستر عليك. وش جايبك هنا بهالمقطعة؟ وش تسوي بعدين أنت؟ أنا ما في معلومة هذا نفر. أنا من أول أفكر السيارة وقف، أنا أسوي موت، سيل فلوس، سيل كل شيء. بعدين يمشي طريق، أنا أسوي قرقر، أسوي كلام سالم، بعدين سالم هبي أنا. وش جايبك يا وليدي بهالبرد هنا؟ بابا أنا يبقى أروح رياض، شغل كثير. الله يستر عليك. يلا رايحين للرياض حنا الحين. وبعد ما طمن لك الرجال وخذاك معه وش سويت؟ بعدين يمشي يجي مكان ما في نور، ما في لمبة. بعدين شوف الطريق ما في سيارة، ما في نفرات. بعدين أنا أتكلم سالم، ظهر مشكلة واجد، أنا يبقى نوم وراء. وش فيك؟ سلامات يا وليدي. هذا شغل كثير، بعدين ظهر وجع، تعبان قوة، مشكلة واجد. أوديك المستشفى. لا بابا ما يبقى مستشفى. طيب وش سوي لك؟ ما في مشكلة، وقف شوية، أنا يبقى يركب ورا نوم. بس اركب ورا. ايوه بابا. خلاص ها اركب ورا. تقدر تنزل ولا نزلك؟ لا ما في مشكلة، أنا ينزل.
بعدين وقف السيارة سالم، بعدين ينزل سالم يسوي مساعدة، ركب أنا ورا، بعدين يركب سالم قدام. الله يشفيك، الله يشفيك يا ولد. شلونك هالحين؟ طيب إن شاء الله. بعدين أنا أسوي خنق، بعدين أنا أشوف سالم، أنا معلوم هو موت. رجع، الله يشفيك. وش بك 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 وش بك. بعدين ودي سالم ورا، أنا أروح قدام. بعدين أنا يمشي سيارة أروح من المكان هذا كله. بعدين أنا روح يمشي طريق، بعدين أنا أفكر وين أودي هذا نفر موت. بعدين روح برا يمشي، روح هناك ما في نفرات، ما في. أنا سالم ودي برا، بعدين أنا سيل جوال، سيل فلوس، سيل كل شيء. أنت ما في فكر هذا نفر عنده ولد، عنده زوجة، بس اذبح كذا، بس أبغى أشيل فلوس واذبح. أنت أكبر نكر الجميل. نجد في هذه القضية مثال حي على تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية، والجهاز الأمني في المملكة العربية السعودية يعتبر المواطن هو رجل الأمن الأول بتعاونه في الإبلاغ عن الجرائم، وسيجد الأذن الصاغية من الجهات الأمنية للتفاعل مع ما يبلغ عنه. أحسن الله عزاكم. أنا حبيت أبشرك أن قبضنا على القاتل، وهذا كله بفضل الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هذا صحيح طال عمرك، وصراحة ما كنت أتوقع أن يتم إلقاء القبض على القاتل بهالسرعة. بالعكس هذا واجبنا، وأكرر عزائي لكل الأسرة الكريمة. الله يجزاك خير إن شاء الله، ولا يريكم أي مكروه. وفي السجن كان الجزاء من جنس العمل. قاتل غدر بمن حن عليه وأساء لمن أحسن إليه وتركه وحيدا بعد أن أجهز عليه، فكانت عاقبة نكرانه الجميل أن وجد نفسه وحيدا خلف القضبان. مشاهدينا الكرام، إن كان من ختام فلا عزاء للئام. شر الناس من واجه إحسانهم بالإساءة، من أنكر الجميل وعض اليد الذي امتدت له لا يستحق سوى العقاب على فعلته. ويبقى السؤال الأكبر في هذه الحلقة: هل وقوع مثل هذه الجرائم يدفعنا إلى ترك المعروف أو العزوف عن إغاثة المنقطعين؟ ليس تماما في كل الأحوال، ولكن يجب أن نكون على حذر، ولا سيما في الأحداث التي تقع خارج المدن أو في الأوضاع غير المأمونة. في الختام تقبلوا مني أرق تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية. أبشروا بعزكم والله يا عيال.